انت بردان؟ لابس جاكيت وبلوفر وكوفية وجوانتي، كل ده ولسه بردان؟ امال دول يعملوا ايه؟ فكر معايا في كل الناس الفقيرة اللي ما عندهاش فلوس تجيب هدوم كفاية، او حتى ما تقدرش تشتري دفاية ولا سخان. وفي منهم كتير ما عندوش اصلا بيت ولا مكان ينام فيه، معظمهم بينام على الرصيفة وتحت الكباري. فكر في الناس دي كويس. بحسب هيئات الارصاد الجوية العربية والمصرية، في نوبة برد كبيرة وشتاء بارد وقارس جاي على المنطقة كلها، على مصر وعلى البلاد العربية كلها. أظن معظمنا حس بيه وببدايته. ممكن تسألني إيه علاقة ده بالملح؟ أحب أوضح لك إنه زمان كانوا بيستخدموا الملح في حاجتين مهمين جدا. أول حاجة كانوا بيحفظوا الطعام من الميكروبات، كانوا بيعيشوا فترة طويلة جدا بالأكل المحفوظ في الملح. رقم 2 كانوا بيستخدموه كتير جدا في العلاج. لو ربنا اداك خير كتير تقدر تشارك بيه الناس، كل ربنا اداك هدوم، بيت، دفى، انزل وشارك بيه. خليك ولو لمرة واحدة ملح تقدر تعالج أمراض الناس. طب أنا المفروض أعمل إيه؟ أقول لك روح افتح دولابك، طلع منه كل الهدوم اللي أنت مش محتاجها، قديمة، صغرت عليك أو مش بتلبسها. طلع الهدوم دي كلها وانزل دور على واحد فقير وبردان ومحتاج، اديله حاجة من الحاجات دي وابتسم في وشه، وسيبه وروح لواحد تاني برضه فقير ومحتاج وبردان واديله واحدة تانية وابتسم في وشه. واعمل كده على قد ما تقدر، على قد ما تقدر لأكبر عدد من الناس. يلا اتحرك، مستني ايه؟ اوعى تكسل وتقول انا مالي. اكيد انت لو كنت مكان الناس دي كان هيبقى نفسك ان واحد يسيب الدفى اللي هو فيه وينزل ويديك حاجة تغطيك وتدفيك. بس استنى، قبل ما تقفل الفيديو هطلب منك 3 حاجات. الحاجة الأولانية اعمل شير للفيديو. الحاجة التانية انزل واعمل الخير ده للناس. الحاجة التالتة خد معاك واحد صاحبك أو قريبك وانزلوا صوروا اللي بتعملوه بالموبايل أو بأي كاميرا، صوروه صور أو صوروه فيديو، وبعت لنا الحاجات اللي انتوا صورتوها مع اسمك وبلدك. ابعتوها لنا على الإيميل ده أو على صفحتنا على الفيسبوك، واحنا هنجمع كل اللي انتوا بعتوه لنا وهنعمل فيديو عشان نشيره للناس. خلي الناس تشوف اللي انتوا بتعملوه، ممكن تكون قدوة لناس تانية وتحفزهم وتساعدهم على ان هم ينزلوا كمان ويعملوا خير. يلا قوم اعمل حاجة، خليك ايجابي، خليك ملح.